ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا النبي وعلى اله واصحابه اجمعين. انا شفت حاجه كده على النت وعايزه اجربها في البوتاجاز بتاعي، لان انا حصلت لي كارثه اقول لكم عليها دلوقتي. يلا بقى نشوف مع بعض كده. عندي البوتاجاز هنا، انا لسه جايباه جديد. الفويل بوظ لي البوتاجاز، عمل لي الحاجات الصفرا اللي انتوا شايفينها دي. فجربت بكل الطرق، بصراحه مش راضيه تطلع. فدلوقتي انا شفت على النت اللي هو الكربوناتو مع صابون المواعين. انا هجرب كده واشوف معاكم هيطلع ولا ايه. المفروض بنحط كربوناتو على معلقه كده من صابون المواعين، او حسب على قد ما يبقى معاكي عجينه، عايزينه عجينه. هجرب معاكم كده، ويا صابت يا خيبت، مش هنخسر حاجه. صابت يبقى احنا الكسبانين، خابت يلا مش مشكله. البوتاجاز القديم اللي كان عندي ده استانلس، اللي هو السيلفر. التاني كان استانلس عادي، الفويل ما كانش بيعمل فيه كده. فانا مستغربه قوي يعني، بصراحه متضايقه. فانا يعني ما بلحقش كمان، ما بسيبوش. فمن ساعتها بصراحه ما حطيتش الفويل تاني. فهبتدي بقى كده فرشه المطبخ، وهنحط على الاماكن اللي هي المحروقه دي اهو، لان انا متضايقه قوي طبعا. ده انا ملحقتش يعني اتهنى يعني. اهو في كمان حته تانية اهي، شايفين اهي. هنحط عليها كده. المفروض ان احنا ندهنه بفرشه كده. انا بصراحه جربته في الحوض الاستانلس ولمع لي الحوض وكان حلو. فهشوف هيعمل ايه في البوتاجاز، وهيضيع لي الصفار ده ولا لا، ولا الحرق ده ولا لا. نجرب كده مع بعض. المفروض ان احنا بنحط العجينه. الوقت عدى يا جماعه، انا سبته اكتر من ربع ساعه، ودلوقتي بقى انا جبت سلكه ناعمه اهي، اضعف الايمان يعني. ونجرب بقى كده ونقول بسم الله. انا ضغطه جامد. ما بيطلعش للاسف. ولا في البسيط ولا في الضعيف يعني. عامه ده مبدئيا. الناحيه الثانيه اهي، للاسف للاسف للاسف. طب اجرب السلكه الاستانلس كده. بسم الله. برضه ضغطه جامد، بس للاسف مفيش فايده. انا كنت حاطه على العيون من هنا. نجرب كده. كان فيها حاجات بسيطه يعني، مش كتير. برضو مش بيطلع اللي في العيون. كده ننضف البوتاجاز كده. الاختراع بتاعنا فشل للاسف. هو انا حاسه انه ملمع الاستانلس، لكن ما شالش الحرق. يعني هو ما شالش الحرق. فهجرب معاكم برضو بحاجه تانية. هنجرب مثلا نجيب الباور ونجربه، يمكن نشوف يمكن يطلع. ويا ريت لو حد عنده فكره عن الموضوع يقول لي، يعني ممكن يقول لي في الكومنت ايه اللي ممكن اعمله، او لو جرب حاجه ونفعت، او لو عنده حاجه شبه كده، او لو حد بيفهم في البوتاجازات. فيا ريت لو عندكم راي تفيدوني بيه، لان انا حزينه بصراحه، حزينه جدا يعني. اهو هغسل البوتاجاز بقى عادي.
انا غسلت البوتاجاز بقى كده عادي. بصوا حتى الحروق لسه موجوده اهو، يعني هو نضيف اهو، هنا نضيف خالص. يعني نظرا كمان ايه ان منزلش تحتيه ميه ولا حاجه، يعني مش مساله كان تحتيه بقى ميه، لا، حرق اهو، مطلعوش خالص. حتى هنا كان في صفار بسيط كده برضو زي الحرق، برضو ما طلعش. زي ما قلت لكم بقى، اللي عنده رأي او تجربة ممكن يفيدني يا ريت يقولي في الكومنتات. ان شاء الله ربنا يسهل كده ونلاقي حل. كنت معاكم سماح غنيم. ان شاء الله باذن الله يعني تقولوا لي حاجه تفيدني وحد يلاقي حل، لان انا متضايقه قوي قوي. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله نحمد ربنا على كده. يا رب نكون ان شاء الله نفيد بعض، هو ده اللي احنا عايزينه، ان احنا نكون في عون بعض، لان ده اللي ربنا ورسولنا وصانا بيه. فان شاء الله باذن الله فيديوهاتنا مستمره. كنت معاكم سماح غنيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وزي ما قلت لكم يا جماعه، يا ريت اللي عنده حل للمشكله يقول لي. كنت يعني انبسطت جدا في الوقت اللي انا بقضيه معاكم. كنت معاكم سماح غنيم من قناه انتي وبس، مع سماح وايمان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.